الانسان عمره ما كيتصور ان الموت يقدر يكون قريب، حيت ديما كنشوفوه بعيد بحال شي فكره غامضه. ولكن فاش كيجيك خبر مرض بحال السرطان كيتحول الموت من مجرد فكره لواقع قدام عينيك. هنا كيبدا التحول النفسي الكبير، كتفقد الامان والسيطره، كتولي كتسول راسك واش غادي نبقى نفس الشخص. هاد اللحظه عشناها في المسلسل الامريكي بريكين باد مع والتر وايت اللي غادي يتحول لهايزنبرغ، ودابا كنشوفوها في الواقع المغربي مع اليوتيوبر بسيوش، شاب محبوب وسط من المغاربه اللي يعرفوا انه مصاب بالسرطان. النفس البشرية عندها آلية دفاع طبيعي. ملي كتسمع خبر صادم أول حاجة كديرها هي الإنكار. والتر وايت في البداية كان ساكت مخبي المرض ديالو، سيروش حتى هو في البداية كان ساكت وما بغاش يهضر بزاف على المرض ديالو. تحول النفس من الضعف للقوة. والتر وايت وسط كيمياء مسكين، ما عندوش فلوس، ما عندوش قيمة في المجتمع، ولكن ملي عرف راسو مريض قلب طابلة ولا هايزنبرغ شخصية قوية مخيف ما كيخاف من حد. المرض خلاه يطلق الجانب اللي كان مخبي فيه. سيهوش مختلف، ما مشاش لطريق العنف ولا الشر، ولكن حتى هو تبدل ولا كيواجه المرض بالضحك، كيواجه المجتمع بالصراحة، كيبين باللي هو ما عندوش الخوف من الموت. اذا المرض هنا عندهم بجوج كيلعب نفس الدور اللي هو كيكشف الوجه الحقيقي للانسان. انا عندكم تسحبونيش نخاف من الموت ولا تقولوا لا راه بنادم جا المرض كدا ورام كدا تزرع ملك الموت الله العقاب كدا. بالعكس انا دم اللي مش اللهم طلع عند الرفيق، اللهم الرفيق الاعلى. انا لا اخاف الموت، لا اخاف سكرات الموت. بالنسبه لي بحال شي لارونج جدر البريز طق طق يلا. النقط المشتركة بيناتهم هو رفض الكيماوي. والتر وايت رفض العلاج الكيماوي، قال علاش نزيد نتعذب ونفقد الكرامة ديالي وانا غادي للموت في النهاية، خليني نعيش الطريقة اللي بغيت انا. سيهوش حتى هو حسب الاخبار اللي كتروج رفض الكيماوي. السبب علاج صعيب بزاف، كيسلب منك القوة ديالك وما عندوش ضمانات وتنزف منك الاموال. سيهوش عنده ذكريات مع الوالدة ديالو اللي حتى هي مرضات مثل المرض ودارت الكيماوي ورغم ذلك مات. علاش؟ لانه انا الوالده تيعانش من نفس المرض، طاحت في الفراش كتوب ولا اللي حبيتي، المهم ترضى به، مشيئه مزيانه، ولكن اللي غيمرضك في هذه المشيئه راه ما غيخليوش مشيئه الله تمشى فيك. انا كما انا مخليها دابا، راه من غيشدوك السبيطار راه قلت لك انا البويضه راه شدوها في السبيطار داو لينا رزقنا. راه ما يمكنش كميه ديال شحال تيفرسوا الناس مرضى السرطان تيفرسوهم في المغرب، ما يمكنش عصابه الادويه كتفرسهم، عصابه المستشفيات. الطبيب عارف راه بنادم كلاه المرض، تقول لي عندك واحد الدواء، طبيب ثاني كونطرا مع واحد الشركه ديال واحد الناس فهمتيني ديال الادويه تيصيفطوا نيشانس، ولكن حدك تيديروا لك الشيمي، حدك تيدخل فيك الشيمي وتيبداو يتمسحوا لك الحجبان وتبدا صافي تبدا تخور القيوه ديالك وتطيح في الفراش. تقدر تكون غير مازال غضرب واحد 3 سنين تا هاد الورام ولا 4 سنين غادي يفنيك، غضرب الشيمي غتفنى في العام الاول، ما غتزور السبيطار ما غتنعس. نقول لك هذه حقيقه وماشي شي واحد تيقولها ليا ولا جايين حنا نقولوا لشي مريض لا ما تمشيش. انا مريض وما غنمشيش، يعني انا على راسي، اما انت كمريض سير. انا الوالده كانت مريضه بالسرطان مشات تما، مشى لها رزقها ومشات هي، مشى لها رزقها اللي هو رزقنا ومشات حتى هي. هذا كيظهر واحد السؤال فلسفي عميق، شنو الافضل؟ تعيش حياتك القصيره بكرامه وانت واقف على رجليك، ولا تعيش اطول ولكن وسط الالم والضعف والمعاناه؟ البعد الفلسفي والوجودي، المرض والموت عندهم واحد الخاصيه تيريوك من الاقنعه. في الوقت اللي كتكون صحيح كتلبس بزاف الحجوب، واش قدام العائله، واش قدام الخدمه، وجه قدام الصحاب، ولكن ملي كتجي لحظة المرض يبقى عندك وجهك الحقيقي. والتر وايت بان فيه الوجه المظلم، انسان طامع في القوة والسيطرة. بسيو بان فيه الوجه الانساني، انسان باغي يعيش ضحك وباغي يخلي اثر في قلوب الناس. اذا الموت ماشي غير نهاية، الموت اختبار واش غادي يبان فيك الشر ولا الخير. البعد الاجتماعي، حالة بسيوش ورات لينا حتى واحد الجانب ديال المجتمع المغربي، التعاطف الكبير ديال الناس معاه، كيفاش ولا حديث الساعة في اليوتيوب في السوشيال ميديا. كان المرض ديالو ماشي غير مسألة شخصية، ولا مرآة تتعكس الخوف الجماعي ديالنا كاملين من الموت. المجتمع كيستعمل القصص بحال هذه
باش يواجه المخاوف ديالو. الناس كيتعاطفوا مع المريض باش يحسوا ان الموت بعيد عليهم وكيشوفوا فيه الصورة ديالهم غدا. البعد النفسي الفردي، علم النفس كيقول ملي الانسان كيعرف ان الوقت ديالو محدود كيولي يعيش الحياة بواحد الصدق نادر. والتر وايت حتى كينفذ الرغبات اللي كان كيكبتها سنين. بسيهوش بدا تيعبر بصراحة على مرضو، كيوري لينا انه باغي يعيش بالبساطه بلا خوف الزنفار. قارن النهائيه بين بسيهوش وهايزنبرغ. والتر وايت استعمل المرض باش يقول للمجرم باغي يخلد اسمه بالمال دم. بسيهوش استعمل المرض باش يبقى انسان بسيط قريب من الجمهور ويخلد اسمه بالضحك والصدق. هذا الفرق يوري لينا ان المرض ما كيبدلش الانسان كامل بنفس الشكل، ولكن كيكشف الاعماق ديالهم. وفي الختام، الموت والمرض بحال شي زلزال تيسقطوا كاع الاقنعه اللي بنيناهم في حياتنا. والتر وايت ان المرض يقدر يخرج اسوء ما في الانسان. سيهوش اليوم كيعلمنا العكس، ان المرض يقدر يخرج اجمل ما فيك ويخليك تعيش بالصدق والانسانيه. لكن الخلاصه الاعظم، واش خاصنا نتسناو المرض باش نفيقوا ونعيشوا حياه جديه، ولا نقدروا من دابا نكونوا صادقين مع راسنا ونعيشوا كل نهار بحال الا غادي يكون هو الاخير؟ الحياه قصيره والسؤال باقي هو شنو غادي يبان في وجهك الحقيقي ملي غادي تجي لحظه الاختبار.